كنزاتي وحشتوني قوي. النهارده نعمل مع بعض مخ بطريقه سهله قوي، ولا دقيق ولا رده ولا الكلام ده كله. هنا حطيناه في طبق عليه حبه ملح وعليه حبه خل صغننين وهنشطفه. وهنا معانا الزبده، الفلفل متقطع، جزر مبشور، معانا توم، 4 فصوص توم مدوق عليهم قرن شطه. دي المكونات اللي احنا هنعمل بيها. هننزل الاول بالزبده وبعد كده نبتدي نشوح لحد ما تسيح، ننزل عليها بالايه، بالثوم. هتاكلوا احلى مخ. تعالوا معايا كده بقى. سيحنا الزبده اهو وهننزل عليها اول مكون الثوم. عارفين ان الثوم الفريش برده بيبقى ايه، حلو قوي. نطفنا معانا المخ كده ونخلي الملح وهننزل ايه، ننزل بالفلفل. ممكن لو حد عايز يضيف حاجه كمان يبقى حبه كرفس. يا جماعه انا حطيت ايه كمان، ضفت ورق لوري. بعد ما خليته خد تشويحه هنزل كده وهو في نفس الطعم. ما تقلقوش خالص، مش هيفك منكم ولا حاجه، وفي نفس الوقت نبقى متاكدين ان كل المخ استوى 100%، وفي نفس الوقت كمان يبقى في الطبق مدي شكل الكرنشات. انا بحس ان هو كده مفيد عن ما احط دقيق واعمله بانيه، كده بيبقى مفيد اكتر وسهل جدا، واحنا عارفين ان هو صحي قوي. بصوا يا جماعه، اصلا الزبده والجمال. حلو قوي وطريقته سهله وصحي، ولا في دقيق ولا في رده. جربوها يعجبكم قوي، ولا سليق بقى ولا الكلام ده كله، وقولوا لي رايكم. باي.